قصيدة هجاء بعنوان صبي الحلاق في تونس. قبح الفاعل وقبحت فعلته، وأصيب بمقتل وصلب مقطوع اليدين، فقئت عيناه وبترت ساقيه، وترملت ليلى ببغلها أقبح العابدين. الملحد في تونس الخضراء الملقب بصبي الحلاق أسوأ الحاكمين، زنديق أفرزه تيار الهوى، مغلق المساجد بوجه المصلين، ناكثا بوعد كان قد قطعه، واضعا يده على كتاب رب العالمين، بأن يكون حافظا للعهد واصلا للود أمينا على المؤمنين. تمادى في افترائه وعهره، متسلطا بصوت غليظ على الساجدين، لينال رضا ومدحا من أسياده أئمة الكفر غلاة الحاقدين، جاعلا من بنات الذوات والعفاف مطية وبضاعة رخيصة للمشترين. القيروان منارة إيمان وعلم وقبلة نور، وليست نزلا للسائحين، رجالها في الخير وبأمر الله كما كانوا دائما من المخلصين، رمز في القبض على الجمر ونصر للحق بوجه طغاة الكافرين. يا ابن عليا إن لم أخطئ بالنسب، فلن يرتضي بك مقاما مع الهالكين، ارتضى أن تبقى مقداما أصيلا وأن لا تكون في صف الهائمين. خيارك أن تكون آمنا ينالك رضا وإنك من المحتسبين، أو ينالك غضب من الله وأنت صاغر بدرك التائهين. ماضية أيامك وحكمك إلى زوال، ولن يغنيك فتاة المانحين. سأكتبها كلمات ليست بعابرة، محفوظة في صحف المستشرقين، بأن افتراؤك مرده إليك، وستحشر ذليلا مع المقبوحين. وتونس كما عهدناها في القمم، وأهلها أشراف كما كانوا في الأولين.